أم البنين قدمت الأولاد الأربعة وما عرفت أن هكذا نعم الزمن يضرب هيج ضربة قاسية، وإذا بزينب مسبية من بلد إلى بلد. زينب يقول يحيى المازني جاورت علي 20 سنة ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. هذه زينب سلام الله عليها. وإذا بزينب مسبية من بلد إلى بلد، من كربلاء للكوفة، من الكوفة للشام، من الشام إلى كربلاء. بقيت زينب 3 أيام عند قبر الحسين، لا غذاء ولا ماء. الإمام زين العابدين يقول خفت على عمتي زينب أن تموت على القبر، فقلت لها عم زينب خلينا نرجع للمدينة. قالت ومن بقى لنا في المدينة؟ هذا الحسين، هذا العباس، هذول أولادي، خليني أظل هنا يا عم، خليني أظل هنا يا عم، يا ابن اردحض صوان يم، يا بتراب القبر كل ساعة شم. رجعت زينب إلى المدينة، ما عرفت المدينة بأبي وأمي، فلذلك سئلت السجاد قالت لعم علي ما اسم هذا البلد؟ قال عم زينب هاي المدينة مدينة المصطفى. قالت عم أو في المدينة دار الحسين؟ قال بلى. قالت لعم شلون ادخل المدينة وأنا على هذه الحالة؟ قال عم شنو المطلوب؟ قالت له المطلوب أريد ناعي على الحسين. أريد ناعي على الحسين، وأريد بكاء، وأريد عزاء. السجاد قال عم على أمرك يا زينب يا مدللة يا عزيزة. قعدهم وقعد العيال وشاف بشر، قال له رحم الله أباك كان شاعرا، فهل لك أن تنعى والدي ببيتين من الشعر؟ قال له يعني أبوك انقتل؟ قال له نعم. تدرون هذا السوى؟ جاب عمامته خلاها برقبته ولزم لبيث راية سودة، أو دخل للمدينة صاح أهل المدينة عندي خبر. الناس كلها طلعت ايش عندك من خبر؟ قال أنا ما أخبر واحد بالدرب، اللي يريد يسمع الخبر يجي جاي القبر النبي صلى الله عليه وآله. مولانا صار هو يمشي والناس تمشي وراه، يقول بطريقة مر على دار الحسين، وإذا دار الحسين ظلمة. مريت مشوى الهم يبكي، واويلاه مريت مشوى الهم يبكي، وما من الصدر ديوان يحكي. خايب يا قلبي اش عندك بعد؟ خايب يا قلبي.
وقف بالباب وقام ينعى. لحظات واذا الباب انفتحت وطلعت بنية تقوم وتطير. قالت لعم انت عندك خبر؟ شنو خبرك؟ قال عمي انا ما اخبر واحد بالطريق، اللي يريد يسمع الخبر يجي جاي القبر النبي. قالت له عمي مريضة وبي علتان، علة المرض وعلة الافراق. قالها انت منين؟ انت منين يا ابويا؟ اهلك عايفينك وانت مريضة وكذا. قال يا ميت. قالت انا الغالية انا الغالية وليش يرخصون؟ يا يابا وما حملوني ما حملوني ومن حمله ما حملوني. يقول عرفتها فاطمة العليلة سلام الله عليها، بعد ما قدر يقولها ابوش انقتل خاي خاف تموت لانها عليلة مريضة. قلت لها ان شاء الله هي زينب تجاوبك، وان شاء الله الحسين رجع سالم. دخلت الى بيتها حضرت المكان. شوف هذا الشاعر شو يقول على لسانه، يقول يوم البشروخة يوم البشروخة يا يابا يوم البشروخة اجت للدار يوم البشروخة. حبيبي يا يما يا يما يا يما بويا دار ابوخه دار ابوخه وفرشة دار عمها ودار ابوخه. وبعد اسمع يا يابا وعبد الله اخوها عبد الله اخوها وجابت مهد عبد الله اخوها. بقيت تنتظر تريد تشوف قدوم الحسين. اقبلت زينب وياها بس اطفال وكل واحد لازم له بيده رايه سودة. وزينب من رجعت للمدينة مثل الوردة الذابلة ما حد عرفها. زينب سلمت على العليلة السلام عليك يا ابنة اخي. قالت لها وعليك السلام لكن انا ما عرفتش انت منين. يا عيون يا عيون يا عيون يا عيون يا عيون بكى زينب وصاحت يا عيون. عم ما تعرفون ما تعرفون ما تعرفون اشوكلكم بعد ما تعرفون. تقول زينب على الضيعون على الضيعون على الضيعون انا عتب على اخوتي الضيعون. عم زينب وين ابوي وين عمامي؟ انتوا يا الاطفال شو رقية ما موجودة وياكم. اري الصرخة الرقية توصل لهناك لسوريا. اري الصرخة لأم البنين سلام الله عليها. بعدين العليلة اجت للرباب قالت للرباب اشو عبد الله مو على ديك وين ابنك؟ قالت العليلة نساني
نسان تعذر الوالي ونسان يا يمه ولا خذاني ولا خذاني يا يمه ولا خذاني ولا قال بيتي ولا خذاني تقول له يلي جفيتون ومشيتوا ويا وبيا بعد ما فكرتوا يا بتعذريتوا تعذريتوا جا ليش مني تعذريتوا العباس عليك ردك تسمع هاي الابيات وبعدين فجر المجلس بالصرخة والدمعة. اسمع اسمع قبل لا زينب تمر على الدار على البيت محمد بن الحنفية سمع قال شنو هاي الضجة؟ قال له الحسين رجع سالم. قال الحمد لله الذي أرجع الحسين سالما. لكن ليش الحسين ما جعل طريقة عليه؟ قال له الحسين جاي حزنان على بن عمه مسلم بن عقيل. قال هيئوا لي طريق هيئوا لي مكان أنا أقدر أروح أسلم عليه. اجا محمد يريد يستقبل شاف بس السجاد. زين العابدين عمي وين ابوك؟ انا سمعت سالم الحسين. وين عمك العباس؟ وين اخوانك؟ وين اولاد عمك؟ قال له يا عم جئتك يتيم لا من والدي ولا من عمي. اسمع 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 قال له زين عمتك زينب وين؟ بالعباس زينب قاعدة يمه وما عرفها ما عرفها. قالت له محمد انا زينب القاعدة يمك. اسمع 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 ايش قالت لزينب. قال زينب خويا والله تعبانه صاير بيك انت والله متغيره. شوف الرد مال زينب اسمع الرد. قالت لنزول وصعود نزول وصعود نزول وصعود كتن الطريق نزول وصعود. خويا بالوجود زهرة يا يم والله بالوجود وتمنيت خالبني بالوجود. اسمع ايش قالت له بعد. تقول له كلش اتعبني بعيد الدرب كلش اتعبني والله كلش اتعبني بعيد الدرب كلش اتعبني والله يا خالبني وتمنيت حاضر يا خالبني. احتارت زينب صارت الضجة. سمع محمد سمعت فاطمة العليلة سمعت ام البنين. هسه شوية وانا بخدمتك ولو طولت على الملة طولت عليكم الله يحفظكم ان شاء الله. والله جزاكم الله خير. هواي اعطيتوني وقت قريت ونعيت الله يحفظكم. وهاي ان شاء الله مسجلة عند ام البنين سلام الله عليها والله مسجلة. انت شايف مرات من تدخل الدار كأنما تقول زينب تقول انت المن جاية بعد اهلك اللي كانوا عندك راحوا. زينب تباوعت بالدار قالت انكرتني طبيت للدار القرار يا يابا ولا عرفتني قربت منها ولا عرفتني.
تقول وش بعد عندي والله أهلك مشى ويش بعد عندي. يا دارنا شمالك تطردين بطن عتبنا ويلي محملي. بويا شادر بك منين شادر بك منين يا الحمل شادر بك منين. اجت ام البنين مخليه الفضل على ظهرها شايلته واجت تصيح وولداه وحسينا. زينب تلقتها شو تصيح واخا وعباسه. هاي صرختك لأم البنين. سمحها لأم البنين. أم البنين تصيح وولداه وحسينا. والله تقضي حاجتك أم البنين. والله أم البنين تقول لزينب تقول أنا عندي سؤال أريد أسألك. خاف أولادي قصروا وأنا مستحية من الزهرة وعندي سؤال. قالت له سئلي. قالت له على راعي المحنة أريد نجدك على راعي المحنة. يا يما ما راضين عنا والله وخاف ما راضين عنا. أخاف ما راضين عنا أروح الكربلاء وعاتبن. والله وعاتبن وحرم حالي بالرضاع منا. زينب قالت لا يا أم البنين ترى والله اخواني ما قصروا خوش موقف. قالت لها زينب راضين؟ قالت لها يما راضين وجزاهم الله ألف خير. زينب قالت لأم البنين جزاهم الله خير العباس آخر لحظاته ما شرب ماي. أم البنين قالت من رخصتك يا زينب انت نعيتي وودعتيهم بس أنا ما نعيت أريد أنعى على أولادي. نعت أم البنين ايش قالت بالله؟ قالت تريد الأولاد يا يما تريد الأولاد الناس يا ابن تريد الأولاد يا ابن تريد الأولاد والولد عند الضيج الراد. يا يما عباس جعفر عون عبد الله يا يما والولد عند الضيج يراد وانا لعينك جبتهم يا ابو السجاد. والله يا ابو السجاد بس صرت سالم للوطن راد يا ابو علي. الله يجزيك بألف خير يا ام البنين. اليوم ام البنين بساحة الاحتضار ياهو العد راسها زين العابدين السجاد عد راس ام البنين. ام البنين اخر لحظاتها بلحظات الوداع بلحظات الموت. ام البنين واذا دمعة من عين ام البنين نزلت على خدها. السجاد قالها يا ام البنين علي من تبكين انت ان شاء الله ويانا انت ويا الزهراء ويا النبي ويا امير المؤمنين علي من تبكين. اخ 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 قالت لي يحضرون تمنيت الولد كلهم يحضرون.
بيت الولد كل يوم يحضرون يغمض العيون وعباس بيده يغمض العيون. يا وين يرحون ابويا وين يرحون عن الوالده وين يرحون يا يما بلشن يشيعون يا يما بلشن يشيعون على الظالة بلشن يشيعون يا يما يدفنون يا معباس بلشن يدفنون. وويلاه يا ام البنين انا ارجو المعذرة سيدتي، الله انا مقصر مولاتي وابقى مقصر سيدتي مولاتي يا ام العباس. ام البنين ما عدها بيت ولا عدها قبر. اي والله خلينا احنا نعتبر ذول اللي قاعدين هسه كل احنا قاعدين ببيت ام البنين وننعى على ام البنين وننعى على ام البنين وفاقدين امنا، لان ام البنين هي امنا. يا شلون العتاب ام البنين يا يما شلون العتاب ويل يموت شلون العدايا يا يما حدر التراب وعزاز قلبي حدر الدرايا يا يما سدوا الباب يا بعد شالوا وهنا وسدوا. الختام للشهداء الخاطر ام البنين بخدمتك أنا. جزاكم الله خير، الله يحفظكم ان شاء الله. هاي الابيات للشهداء بالخصوص الشهداء اللي شيعناهم قبل ساعة، الله يحفظكم ان شاء الله. استشهدوا بيوم عظيم يوم ام البنين، وهاي الابيات الهم للشهداء. هاي الابيات ما ريد خويا ما ريد عمت عيني الاخ من رايا عمت عيني الاخ من راح ما ريد ولعد فقد بدليل صار يا ابن امي ابويا ما ريد يا اخويا خلاف عينك عمر يا ابويا خلاف عينك عمر ما ريد يا ريت وياك تاخذني المني يا ابن خويا من يلمنا يا علي كن نبكي عليك نريد نبكي من يلمنا ونخلي الجرح ينزل. شباب والله كأنهم الأقمار. بويا من يلمنا يا اخويا خلاف عينه
يا خويا خلاف عينك من يلمني من يلمني من اشوف الدار هالوحشة وخليه يا ابن ابويا يا ابويا يا ابويا عافوا منازلهم الشباب ابويا عافوا منازلهم الشبايان كلهم وناموا على التربايا. والله بخدمتك وخدمة زهراك تأخرت عن الملة جزاكم الله خير. والله ردت أختم لكن هذا الرادود قال لي للزهراء سلام الله عليها سيدتي مولاتي يا أم الحسن أتمنى يكون الختام عليك. والله أنت المعزية الليلة اليوم أنت المعزية سيدتي مولاتي لأن أم البنين هي عزيزة الزهراء هي عزيزة الزهراء عزيزة آل بيت محمد أم البنين. الزهراء واقفة بالباب والصيح آخذ العين وزينب تريد تودعها تباوعت بالزهراء عليها السلام قالت وين تردين وين تردين زهرة يا يمه وين تردين وين تردين يم المحنة وين تردين يا يمه خاف تبطين خاف تبطين علينا يا زهرة خاف تبطين يا يمه يا يمه يا حبيبي يا يمه حبيبي يا يمه يا الوالدة يا الوالدة يا مقلب لحم. دخل أمير المؤمنين إلى بيت فاطمة وإذا بمولاتكم زينب واقفة على الباب. دخلت الدار الزهراء ما شافت الزهراء قالت طبيت دارك ما لقيتي يما ما لقيتي يما وانا بعاستك واليوم اريد يا يما واليوم اريد يا ساعة السود الفاضي